أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة عند الرجل. في رجالة كتير بقت تايهة ومش فاهمة نفسها، وبتسأل ليه ببعد عن الناس اللي بحبهم وليه كل حاجة بتقل. الإجابة مش الشغل ولا الفلوس ولا العلاقات، الإجابة في الطاقة. زي ما كل الناس جواها هرمونات ذكورة وأنوثة بنسب مختلفة، كمان جوانا طاقتين، طاقة ذكورة وطاقة أنوثة. الرجل الطبيعي بيكون عنده 80% ذكورة و20% أنوثة. النسب دي مش عشوائية، دي اللي بتخلق رجل متزن واقف على رجله، عارف هو مين وما ينفعش يتلخبط بسهولة. لكن المشكلة لما يحصل خلل في النسبة دي، كل حاجة بتبدأ تتهز. طيب يعني ايه طاقة ذكورة ويعني ايه طاقة أنوثة؟ طاقة الذكورة بتشمل التركيز، القرار، إنجاز، قيادة، حماية، حضور ووضوح، وجزء منها فعلا مرتبط بالجسد زي البنية العضلية، النشاط والقدرة على الفعل. لكن المهم نفهم إن العضلات لوحدها مش كفاية. الذكورة الحقيقية مش بس في الجسم، لكنها كمان في الفعل والقرار والمسؤولية والقيادة. هي اللي بتخليك تقول أنا قررت، أنا هتحرك، أنا مسؤول. في المقابل طاقة الأنوثة مش معناها ضعف ولا إنها للستات بس، هي طاقة إحساس وإلهام وحدس وراحة وتقبل وتواصل وحب. هي اللي بتخليك تسأل نفسك أنا حاسس بإيه؟ أنا محتاج إيه دلوقتي؟ طيب إيه اللي بيحصل لما الراجل يكون جواه طاقة ذكورة بس من غير أي طاقة أنوثة؟ بيتحول لشخص متحكم، عصبي، عنده جمود عاطفي، بيشتغل كتير بس مفيش نتيجة، بيرفض يطلب المساعدة، بينكر مشاعره وعنده قسوة على نفسه وعلى اللي حواليه. تفتكر ليه؟ لأنه بيشتغل بطاقة الذكور من غير ما يكون فيها أي راحة أو إحساس أو وعي، زي العربية اللي ماشية بأقصى سرعة بالليل بس ما فيهاش فرامل ولا إضاءة تنور الطريق. طيب لو حصل العكس، لو طاقة الذكورة قلت، هتلاقيه على طول متردد ومش عارف ياخد قرار، دايما مستني موافقة الناس، شخصيته ضعيفة وبيعتمد على غيره بشكل مبالغ فيه، مش لاقي هدف، مش حاسس بأي شغف، كأنه عايش كده الحياة هي اللي ماشية بيه مش هو اللي بيقود حياته. وده مش كلام طاقة والسلام، ده اللي بيحصل يوميا. يعني مثلا يوم أجازة لطيف، الراجل في البيت، فجأة اليوم بيقلب خناقة على ذرتين تراب على الأرض وإزاي ما تنضفوش، أو على إن الفرايز بتاعته ما تقطعتش بشكل متساوي، أو مثلا زوجته حطت الهدوم في الدولاب ناحية اليمين شوية بدل ما تحطهم في النص بالظبط. هنا طاقة الذكورة مجروحة وبتحاول تسيطر. أو راجل قاعد وسط أصحابه وحاسس بالوحدة، هنا فقط طاقة الأنوثة ومش قادر يستقبل الحب. راجل مكتئب وبيكون مش لاقي نفسه، بيحاول يرضي الناس وشخصيته بقت مهزوزة. راجل قاعد شهور من غير شغل، طاقة الذكورة اتحطمت من جواه وبدأ يظهر عليه علامات الاكتئاب، وبدأ يحس ان قعدة البيت احسن بكتير من نزول الشغل، وسايب جزء كبير من مصاريف البيت على حد تاني. طيب نحل ده ازاي؟ اولا نفهم ان الراجل محتاج الطاقتين علشان يكون راجل حقيقي. مش لازم تبقى متحكم علشان تبقى قوي، مش لازم تكبت مشاعرك علشان تبقى ناضج. القوة الحقيقية انك تقرر وتتحرك بطاقة الذكورة بس بإحساس ووعي طاقة الأنوثة. ازاي تفعل طاقة الذكورة جواك؟ اكتب أهداف واضحة، خد مسؤولية حياتك بالكامل وظبط حياتك انها تكون على قد دخلك، وما تسيبش ابدا زوجتك تساعد في اساسيات البيت. العب رياضة فيها تحدي، جري، حديد، ملاكمة. التزم بعادات يومية حتى لو مش في مودك. خد قراراتك بنفسك من غير ما تستنى رأي حد. مارس تأمل صامت 10 دقايق وردد أنا أقرر، أنا أواجه، أنا أتحكم. طيب إزاي تفعل طاقة الأنوثة بالنسبة الصحية اللي هي 20% بس، لا أكتر ولا أقل؟ اسمع مشاعرك، ما تكبتهاش، اكتب اللي بتحس بيه حتى لو وجع أو ضعف. اعمل لحظات راحة لنفسك، اعمل كوباية القهوة بتاعتك، شغل الميوزك اللي بتحبها وخليك كده في لحظة سكون. ارسم، اكتب، اطبخ، اعمل حاجة فيها لمسة أنوثة بس ما تزودش عن 5 دقايق في اليوم. ادخل علاقات فيها عمق وتواصل حقيقي، وسيبك من العلاقات السطحية أو المؤقتة. اسمح لنفسك تستقبل الحب، لكن أهم حاجة كل ما تستقبل ارجع اتحرك. كتبت مشاعرك، حاول تعمل رياضة بعدها،
عملت تأمل، نفذ بعدها خطوة مهمة في شغلك. استقبلت دعم، ادي بعدها توجيه أو فعل لحد تاني. ايه الفرق بين طاقة الأنوثة لما تكون متزنة ولما تكون زايدة؟ لما تكون طاقة الأنوثة زايدة بتلاقي نفسك في تردد أو شك أو انسحاب، بتتعلق بالزيادة أو لين بطريقة مفرطة. لكن الأنوثة المتزنة معناها الاستماع لنفسك، التعاطف بدون ضعف، الراحة بدون هروب، حب بدون تعلق. طيب لما الرجل يتوازن فعلا ايه اللي بيحصل؟ بيعرف يقود حياته مش بس نفسه، بيعرف يحب ويحتوي من غير ما يسيطر، بيبقى حضوره جذاب وعنده كاريزما من غير ما يتكلم، بياخد قرارات بعقل ووعي وحدس، بينجز من غير استنزاف، بيعيش علاقات حقيقية فيها حب واحترام، بيعرف ينام مرتاح ويصحى عارف هو مين، بيبقى زي الملك في حضوره مش بالسلطة بس بالصدق. الأسباب اللي بتكسر طاقته، خلينا نقول إن التربية عليها عامل كبير قوي في ده. اتربى على الخوف أو القسوة، غياب نموذج رجولي متزن في حياته، اتفرج على محتويات عاطفية مشبعة بالطاقة الأنثوية، أو انعزل أو أدمن الإنجاز. طب ايه هي علامات الخلل في العلاقات لما بيكون في نقص في طاقة الذكورة؟ بتلاقيه دايما يعتمد على شريكته نفسيا وماديا، يسألها في كل حاجة، مش عارف يقود العلاقة، حساس لأي نقد. طيب وعلامات الذكورة الزيادة، بتلاقيه متحكم عليها ومسيطر جدا، رافض يشارك مشاعره معاها، شايف الحب ضعف، بيسخر منها أو بيحرجها لو اختلف معاها. طيب لما تكون الذكورة متزنة، هتلاقيه بيقود العلاقة بحكمة، بيسمعها وبيحط حدود، بيوفر أمان فعلي، مش بيتعلق لكنه بيحبها بجد. في الخلاصة أحب أقول لو انت راجل حقيقي مش معناه تكون جامد، ولا معناها تكون لين، معناها تكون واعي متزن، قادر تاخد خطوة وتسمع قلبك في نفس اللحظة. 80% ذكورة و20% أنوثة بتساوي قائد واثق محبوب، مش بس من اللي حواليك لكن من نفسك. ابدأ دلوقتي بخطوة واحدة، حتى لو كانت بس انك تعترف لنفسك انا محتاج ارجع نفسي الحقيقية. انت مش تايه، انت بس كنت بتشتغل بطاقة مش بتاعتك، ورجوعك ليك هو البداية الحقيقية. لو حاسس انك استفدت من الحلقة دي، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تسيب لي كومنت، تفاعلكم بيفرق معايا.